من شر، والله العظيم كانوا خلصوا عليه. لأنهم قاعدين يترقبوا يوم مولده صلى الله عليه وسلم. فولد يوم زي ما يقول، ولا هذا أول ما حصل له حادثة شق الصدر صلى الله عليه وسلم، هو صغير شق صدره مرتين، مرة وهو صغير في بيت ستنا حليمة، والمرة الثانية وهو نايم في حجر إسماعيل في الكعبة، ثم جالوا الملكين وشقوا صدره وغسلوا قلبه وضميره صلى الله عليه وسلم ووزنوه عليه الصلاة والسلام بالدنيا كلها. فأول ما رجع ممتقع له، لأن أخوه نزل رجع بحال يعني وبيصرخ لأمه أن أخوه فيه 2 خطفوهم من، طلعت جريته راجع ممتقع اللون، خدته رجعته لأمه. لحد كده وكفايه. عليه الصلاة والسلام. إنما كان يصيبه ما أصابه غيره، وكان صلى الله عليه وسلم نما مثل ما ينمو غيره، وكان لكن له معالم أخلاقية يتميز بها، يحبه أهل الفطرة السليمة، صادق الوعد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. زي ما قالت ستنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، يحمل الكل الضعيف، ما يسيبوش إلا ما يساعده، يعينه على نوائب الظهر، إلى آخره، إلى آخر ما جاء في أوصاف ستنا عائشة لبعض معالمه صلى الله عليه وسلم وبعض أخلاقه. لهذا أحسن ما أهديه لحضراتكم وأطلب إليكم أن تعطوه حقه من الرعاية والعناية. هذه العبارة الذهبية للأستاذ مصطفى صادق الرفعي، وهو بيتكلم في الإشراق الإلهي والعامل الإلهي العظيم الذي عمل في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، عمل أجرام النجوم من الشموس والكواكب، وأن هذا العمل دل ونبأ على أن نبي البشرية كلها بعث بالدين أعمالا مفصلة كما قلنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أيها المسلم لا تنقطع من نبيك العظيم. نبيك العظيم في أقواله، نبيك العظيم في أفعاله، نبيك العظيم في صمته، نبيك العظيم في كلامه، نبيك العظيم مع جيرانه، نبيك العظيم مع أحبابه، نبيك العظيم مع خصومه، نبيك العظيم في يقظته ومنامه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة اللي هي الاقتداء برغبة وحب، ما قالش لقد كان لكم في رسول الله قدوة. الأسوة أنت عارف، لا مؤاخذة، الطالب أو الطفل لما بترجع من المدرسة، أول ما تخش المدرسة وتحب المدرسة بتروح تعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ بنتك ما حبتش المدرسة عندها؟ مش قوي، مش هتكمل يعني للثانوية، ولازم تحب ترجع وتلم العيال وتجيب ورقة كده تعملها السبورة وتتمثل شخصية المدرسة وروح المدرسة. بتعمل كده؟ طب يبقى ان شاء الله نسأل الله ربنا يوفقها وتخش الجامعة ان شاء الله وتجيب تقدير. كذلك البنت لما تسيب الحذاء بتاعها بتاع يوم العدة وتلبس جزمة امها، دي بتذوب. دي الأسوة ان هو يذوب في معالم حبيبه وشخصيته وأفعاله وأقواله. نقول بقى الراجل بيقول إيه: أيها المسلم لا تنقطع من نبيك العظيم وعش فيه أبدا.
تعيش فيها ابدا، تضمن ان حياتك كلها منضبطه ما دام